أنا شخصيا طبيعة شغلي صراحة خلاني أجرب إزاي جسمي بيبقى مرتاح، وفعلا جسمي بيبقى مرتاح جدا لو أنا فطرت زي الفطار. يمكن مش شرط يعني بالظبط زيه، لكن مثلا أنا بالنسبة لي ببقى محتاجة حاجة سخنة، فلو شوربة محتاجة حاجة مسكرة أنا باخد تمراية واحدة بس، ممكن ربع صغير رغيف بلدي، وبعدين بروح أكمل تدريس لأن الشغل بتاعي جسدي، بدرس يمكن حصة حصتين، فبيبقى فات على وقت الفطار على الأقل ساعتين 3، بعديها برجع بقى آكل الوجبة الرئيسية. بالنسبة لي في رمضان البروتين اللي مريح لجسمي بيبقى بروتين نباتي. أفضل حاجة عندي هي الفول بالزبادي بالمسلوق، وبعدين سلطة، بحب أكل ده. على وقت السحور أنا مش بشجع الحلويات قوي، وجسمي متعود من غير حلويات كتير. بالنسبة لي الحلويات الحلوة في رمضان بيبقى الخشاف، ما بزودلوش سكر، بس بيبقى كله معمول من قراصية ومشمش وتين، فده مسكر كفاية قوي. وممكن اخد زبادي تاني، مش هنام على طول، يمكن بعديها بساعة. فقصدي نخلينا برضو معتدلين. رمضان هو بيعودنا برضو على الاعتدال والانضباط.